انت بتقولي علينا صليبه يا بلا يا قليله الادب اللي مش متربيه. انا اللي معفنه يا قليله الادب اللي مش متربيه. سياق نفع. لا شيلي الستاره، شيلي الطرحه اللي انت لابساها، شيلي الطرحه اللي انت لابساها، شيلي. والله ما هسيبك وربنا ما هسيبك، والميكروباص كله شاهد ان انت بتقولي لي يا صليبه اللي ريحتك معفنه. والله ما انا سايباكي. بص مش هتنزل، هتوديني دلوقتي للشرطه بتاعت الموت. انا اسفه والله ما هسيبك وربنا ما هسيبك، والله لا هتتجابي. حاضر حاضر والله لا هتتجابي. صوري يا حبيبتي، صوريني وانت بتشتميني وبتقولي لي يا صليبه اللي ريحتك معفنه. الاسلامي برضه انا يا جماعه شتمت يا جماعه وحياه رمضانكم انا شتمتها. ما شتمتش يا ستي. لا معلش ردوا يا جماعه ردوا. انا شتمتها، انا شتمتها يا جماعه. ردوا مش هصوركم انا اسفه. حد يقول لي اه او لا. انا شتمتها يا جماعه. يا حاجه انت ما ينفعش تشتري فيها هي انت ما ينفعش تشتري بالدين، انت ما ينفعش تشتري بالدين خالص. انا شتمتها كلمه حق وانت صايم. انا مش هجيب صورتها. طب كلمه حق انا شتمتها، شتمتني ولا ما شتمتنيش؟ انت اهو واحنا انت اهو انت اهو انت اتصورتي اهو وهتتجابي والله العظيم لا هجيبك. خلاص خدي بقى، خلاص تمسحوش ان شاء الله الجامعات، تمسحوا اتمسحت من عندكم خلاص. طب عشان خاطر يا حاجه انت صورت يا حاجه خلاها تخرس. يا حاجه انت مالكيش دعوه بالدين، هي حره. بس مالوش علاقه. خليها تخرس يا حاجه عيب يا حاجه. وعيب منها برضه عشان انا ما غلطتش فيها. من ساعة ما شفت الفيديو ده وشريط حياتي كله عدى قدام مني كده. زمان واحنا صغيرين كنت انا المسيحي الوحيد اللي في المدرسة، ومدرسة حكومية، واللي في مدرسة حكومية وتربى في مدرسة حكومية هيفهم كل كلمة انا بقولها، ويمكن هيلاقي مواقف نفس المواقف ومشابهة، وهيلاقي نفسه خصوصا بقى في التسعينات التمانينات التسعينات. زمان كانت المدرسة بتاعتنا ما فيهاش غيري أنا مسيحي، وكل المدرسة عارفة إن روماني ده هو المسيحي. وكنا بنشوف نماذج زي كده، بس إيه يعني قليلة قوي. يعني ممكن تلاقي مثلا كان معايا في الفصل واحد مثلا هو ده فكره. مثلا أنا كنت متوحد أوي وأنا صغير، يعني بحب أقعد مع نفسي، ماليش أصحاب كتير. رغم إن أنا المشهور في المدرسة ورماني جه ورمان الواد المسيحي الواد، لكن كنت بحب دايما أبقى لوحدي. وفي مرة من المرات كانوا بيلعبوا الكورة وكان ناقصهم واحد يقف جون، فقال لك تعالى يا رماني وقف. فأنا رحت، يا جماعة أنا ماليش في الكورة وبتاع، بس عشان إيه تظبطوا اللعبة بتاعكم هقف معاكم. فلقيت واحد بيعترض على اللعب معايا ورافض، فقالوا لي معلش يا رماني. طب ايه يا جماعه في ايه وبتاع؟ هو صاحب الكوره وعنده مشكله ان يلاعب واحد مسيحي معاه. بص الفكر، فكر مسيطر ازاي. ودي كانت من ضمن المواقف اللي الواحد مش قادر ينساها خالص. موقف تاني برضو، كنا بنبدل مع بعض الشندوتشات. يعني مثلا اللي معاه جبنه خد انت حلاوه، انا معايا مثلا 2 حلاوه، تعالى خد انت واحد وهات واحد. كنا بنبدل مع بعض الشندوتشات. الشخصيه دي كان يديلك شندوتش بس ما ياخدش منك، ما ياكلش من اكلك. فكنت بستغرب جدا، هو ادالي خد ده كل مش عارف ايه، بس انا ما اكلش اكل منك، ما اكلش اكل واحد مسيحي. لا ده لسه مواقف، اصل المواقف دي ما تتنسيش. اللي حصلت معاك وانت طفل صغير، المواقف دي ما تتنسيش. كنا مثلا في الدروس ما كانش فيه سنتر زي دلوقتي، لا احنا كنا بناخد في بيوت بعضينا. يعني مثلا نشوف المدرس مثلا المنطقة اللي زي كده يشوف بيت يلم فيه العيال كلها، وكان ممكن يدي الولد ببلاش او يديله نص. يعني مثلا لو كانت زمان الحصة الدروس كلها في الشهر مثلا ب20 جنيه، كان ياخد منه مثلا 10 جنيه.
فالمهم كنت مع اصحابي اللي قريبين مني واللي ساكنين مني وبتاع في درس، وفجأة لقيت الأستاذ عايز ينقلني من مكان لمكان بعيد. فما كنتش فاهم اشمعنى أنا اللي هتنقل من الدرس ده، من البيت ده لبيت بعيد شوية. لما رحت البيت البعيد ابتديت أفهم. لقيت صاحب البيت اللي أنا رايحه مسيحي، وصاحب البيت اللي أنا كنت فيه قال له أنا مش عاوز الواد المسيحي ده يجي الدرس، شوف له مجموعة تانية. معلش أنا بقول لك الكلام ده كله وأنا مش قادر أنساه. دي حاجات حصلت في الطفولة وحزة في نفسياتي. يعني لو في مثلا دكتور نفساني بيسمعني هيعرف قد إيه الموضوع كان موجع قوي. ويمكن أي حد مسيحي زيي اتقابل لمواقف أكتر من كده. العناصر اللي زي كده احنا كنا بنشوفها في كل حتة وفي كل مكان، وكانت تنتج مشاكل أكبر من كده، وإن يطلع مثلا عن شعوره ويشتمك وإحنا قاعدين بنلعب لعب عيال. فكنت أشتكي للأستاذ وأجيب ولي أمري، فكان الموضوع يتلم بسرعة. اللي هو معلش كنت مثلا في مدارس الأحد أو في الكنيسة أشتكي لأبونا، أقول له أبونا إحنا بيحصل لنا كذا كذا، فأبونا دايما معلش معلش يا حبيبي، قدرنا ونصيبنا إني نشوف عناصر زي كده. الحقيقة الحاجات دي كانت بتعلمنا زمان الجبن، جبناء، الحاجات دي موجودة بس ما كناش بنعرف نتكلم عنها. لكن دلوقتي والمجهود اللي بتعمله وزارة الداخلية والسماع للفيديوهات، وكل دلوقتي بقى معاه كاميرا بيصور بيها الغلط والمخطئ وحقه بيرجع له. فعشان كده دلوقتي انت بتشوف نماذج زي دي كتير وبتطرح على السوشيال ميديا، وبنشوف تفكيرهم وشكلهم بيبقى عامل ازاي. ده اتعلمنا ان احنا ما نكونش جبناء. الجيل اللي طالع جيل بيعرف ازاي ياخد حقه، جيل بيعرف ازاي ياخد حقه. لكن احنا زمان كنا نتشتم ونسكت معلش، لكن دلوقتي انت بتصور الغلط وبتاخد حقك. السؤال بقى، النوع ده واللي موجود من زمان ايه؟ ومين اللي طلعه؟ ومين اللي قال له كده؟ ومين اللي رباه على الكره؟ لاحظ انا بتكلم مثلا لو كنت في مدرسة ففي واحد نموذج بيعمل كده، نموذج تاني، انا ما عممتش، هم قليلين ولكن موجودين وكلنا قابلناهم، وانت قابلتهم وانا قابلتهم وشفناهم في التعليقات. لما بنزل مثلا فيديو او بنزل مثلا صورة وانا في دير وبتصور، تلاقي بعض التعليقات اللي صعب قوي. الناس بتخش تقول لي يا رماني ما ترد عليهم. انا ما اتعودتش اني ارد عليهم من صغري، هرد عليهم بعد ما كبرت؟ احنا متعودين ان احنا وان صغيرين بنشوف الناس دي ونقابلهم وبيشتمونا وما بناخدش حق ولا باطل معاهم. اتعودنا ان طول عمرنا نسكت. عايزني دلوقتي انا ارد عليهم على كل واحد بيشتمني؟ لازم نعرف اول حاجة مين دول، مين هو راس الافعى. راس الافعى مش مجرد مسلسل بيتعرض في رمضان، لا، راس الافعى هو اللي بث في النفوس دي الكراهية والحقد، وده اخطر حاجة على مجتمعنا. في بلاد حوالينا ماسكين في خناق بعض بسبب الموضوع ده. هل ده مش موجود في مصر؟ لا موجود، اهو بالدليل اهو. سيدة بتتشتم في الميكروباص لمجرد ان هي مسيحية او بشعرها. طب عملت لها ايه؟ انا عملت لك ايه؟ مين هو راس الافعى اللي طول الوقت الناس دي بتسمع له ويفضل يقول حاجات مش صح عننا، ويقول الحق دول في راس السنة بيقفلوا النور ويفضلوا يبوسوا ببعض، وانت بتصدق والناس بتصدق؟ انا مش مع ان الست دي تتحاكم اكتر ما اللي بيبث في دماغهم السموم دي هو اللي يتحاكم. مين هو راس الافعى اللي عمل كده في الناس وعايز يهدد السلم العام ويضر مصر في اخطر شيء ممكن، وهي الفتنة؟
وفي الآخر ألف سلام وتحية للست الأصيلة اللي قدرت تصور علشان تاخد حقها، وأنا واثق إن حقها يوصل لها.